بلادي عيشي يا بلادي عيشي، عيشي يا أمي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي عيش يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي، عيشي يا أمي الغالية يا حبي الكبير. يا سلام يا سلام يا سلام. بعد هذا التأهل المستحق لمنتخب المغرب، بهنئ طبعا اهلنا في المغرب جميعا على هذا الفوز وهذا التأهل، واول بطاقة عربية كما ذكرنا، اول بطاقة عربية في الدور الربع النهائي. خلينا نكون متفقين على ان كل مباريات الادوار الاقصائية صعبة، ده جملة بدائية عشان في الابتداء، عشان كل ما سأقوله بعد ذلك يفسر في معناه الحقيقي. صحيح المنتخب المغربي حقق الأهم ولكنه لم يحقق المهم، أهل بصعوبة بالغة لهذه المرحلة وكلنا نعلم ذلك، وكنا محتاجين من المغرب أنه يخرج من مرحلة الشك. المغرب لم يواجه منتخب من منتخبات الصف الأول حتى الآن، أصعب منتخب واجهه كان المنتخب المالي، وكانت لنا جميعا بعض الملحوظات، مش هنقول الكل. المنتخب المغربي متأهل، المنتخب المغربي بيسير بخطى ثابتة ولله الحمد، وننتظر المزيد، ولكن في مثل هذه الأوقات يجب أن نركز على بعض الأمور التي يجب الانتباه عليها، لأنه بعد كده هيدخل في مرحلة المطبات الصعبة بداية من مباراة الكاميرون المقبلة. صحيح. فبالتالي على وليد الركراكي أن ينتبه، لأنه غياب الحل الفردي اللي صنعه إبراهيم دياز وأشرف حكيمي كصناعة الهدف، وده من ضمن أهم المكاسب، ده مش وارد جدا ان احنا ما نلاقيهوش تاني في المباريات الصعبة بداية من مواجهة الكاميرون. حسام الدين أحمد، ذكرت أن المغرب ستكون صعبة وأعلنت دعمك لجميع المنتخبات العربية، وكذلك من ناحية أن المغرب تملك لاعبين مؤثرين على رأسهم إبراهيم دياز. أولا أصبحت قلقا، أنا خائفا. من ماذا؟ من لما حتى الآن لم أرى منتخب المغرب في قيمة المنتخب المغربي. حتى الآن شاهدنا مباراة بين المغرب ومالي. نعم. وشاهدنا مباراة أمام منتخب زامبيا فاز ب3 أهداف. نقول أن ممكن أن منتخب زامبيا كان ضعيف، لكن اليوم أصبحت قلقا، لأن لا يمكن أن منتخب كمنتخب مغرب يملك إمكانيات كبيرة لم تظهر هذه كبيرة وأسماء ونجوم أن يفوز أمام منتخب. نتمنى أن تظهر في الأدوار بهذه المشكلات. نعم. الملاحظات. نعم. لكن لابد أن نقول شكرا لإبراهيم دياز، لأن حتى الآن أقول أنه هو اللاعب الأفضل في هذه البطولة، واليوم رأينا مسؤوليته. نعم. حقق إبراهيم دياز مسؤوليته. نعم. إبراهيم دياز، أنت ميولك لأي نادي أوروبي؟ نعم. أنت تشجع من في أوروبا؟ ريال مدريد، وهو لاعب في ريال مدريد. ولكن النجوم في مختلف الأندية الأوروبية. مدرب ريال مدريد حتى الآن لا أعرف ماذا يفعل، لماذا حتى الآن لا يلعب إبراهيم دياز أساسي في ريال مدريد. ونحن نشاهد أن هذه البطولة بطولة كبير. نعم. وحتى الآن هو اللاعب الأفضل في البطولة، سجل 4 أهداف في 4 مباريات، وهو المؤثر. نعم هو المؤثر. هو المؤثر إبراهيم دياز. فتحي، بالنسبة لك في كثير من الأمور والتفاصيل المميزة الإيجابية على رأسها هو حدث اليوم تأهل منتخب المغرب. المغرب لعبت بالنار اليوم. بداية المقابلة كانت فرصة واضحة جدا، الفريق التنزاني بالراس ضيعها. بداية الشوط الثاني كانت فرصة أخرى والنتيجة 0-0، وبونو ينقذ المرمى متاعه، ثم تجي بطبيعة الحال عملية استثنائية ما نجم ينجح فيها، كان لاعب استثنائي. هاي العملية النتيجة 0-0. هذه العملية الأولى في بداية المقابلة بعد تقريبا 4 دقائق. بداية الشوط الثاني لو يورينا سيد المخرج، بداية الشوط الثاني أيضا عملية أخرى، وأنا نتفرج مع بدر وأنتم مش مصدق المغرب معناها. إذن هذه طلبتها في الأول، هذه الأولى. حتى السلبيات إيجابية، لأن السلبيات هي دروس. أنا نقول راهو ما فما، حتى عمرنا ما نقول نستعمل عبارة فشل، نقول هذيك تجربة.
نحيها من قاموسي عبارة فشل، تجربة ناجحة أو غير ناجحة. المغرب ثم بعمل استثنائي الحقيقة، شوف رمزية العملية. بس لدرجة عفوا فتحي تصف أن المغرب لم تكن بالموعد، يعني ترى صعوبة بالموعد وهي المستضيف والضغوطات والأمور وتأهلت، بس أن الوصف يعني عشان توضيح منك يعني. أنا بعيد كل البعد عن كل مجاملة. أنا كي نحب المغرب توصل والجزائر ومصر، نحب مليح ونقول لك بس اذا تسمح لي بعطيك تحت فرصه، هذا الكلام ما قاله بدر الدين ادريس يعني، بس عشان نكون واضحين بعطيك تحت الفرصه وتعقيب من بدر، لان انت قد اتكلم بحراره وحرقه اكثر، وبدر كان سعيد في الاداء وغيره. بعطيك تحت الفرصه وتعليق بدر. انا ايضا سعيد جدا بترشح الفريق المغربي صحيح. لكن شو نقول في الدنيا؟ نقول قل لي على حقيقتي خير، قل لي على واقعي خير. اليوم كنا ننتظر صارحني، اما قل لي وين، تقول لي شيء مبروك وصحيت ونصدق عليك، ما عملنا شيء وتمشي السلبيات صحيح. اللي حبيت نقوله الدرس نتاع اليوم اللي يصلح مقابله الكاميرون، والكاميرون اللي ريناه من بعد مع جنوب افريقيا اللي هو فريق دفاعي. عشان لا نقفز نعطي تحت الفرصه لبدر في هذه النقطه، لان انت تكلمت وقلت والحرقه والاسباب، نعطي بدر ونرجع لك وبعدين تعليق منا. تفضل يا بدر. طيب انا لما تحدثتوا معي على الشق الجميل في المباراه اللي هو النتيجه، الفوز والتأهل. أنا تحدثنا عن المباراة بشكل عام يا بدر، طبعا على السؤال يا بدر. أنا جاي للحديث، لكن قلت وجزمت على أنه كان تأهلا صعبا، بل إنها كانت خسارة قاسية لمنتخب تنزانيا اعتبارا للمباراة كيف دارت. المنتخب المغربي لم يقدم أفضل مباراة كنا نتوقعها منه، عطفا على مباراة زامبيا. المنتخب المغربي استحوذ، وصلت نسبة الاستحواذ إلى 71% مقابل 29. المنتخب المغربي صنع فرص لكن لم يصنعها بالقدر الكافي الذي يستطيع أن يزعزع. أنت راضي على هذا الأداء، على هذا التأهل؟ لا بالعكس، أنا لست راضيا تماما. بهذه الطريقة أنا أتوقع أن يكون الأداء أفضل، لأننا الآن عملية الصعوبة في المباريات القادمة ستصعد إلى ما هو أعلى، فبالتالي هذا يتطلب كيف قال فتحي، أنا متفق معه على أن في المباريات عندما نفوز تكون هناك سلبيات منها نتعلم ويجب أن نطورها. والتطوير هو أن يجب أن تكون لنا شراسة على المستوى الهجومي، بمعنى أننا السيطرة التي تكون لنا، الامتلاك والاستحواذ يجب أن يترجم إلى أهداف وليس إلى فرص ضائعة. وأن نتعلم بسرعة، لأن في خلال أيام مواجهة صعبة أمام الكاميرون، أن لا نتعلم ببطء، قد يكون هذه الأخطاء متكررة ويكون للأسف لا ولا ما نتمنى أن يكون قد تكون أخطاء في المواجهة القادمة. أنا بقدرة ربي أنا متأكد أن الفريق المغربي سيمر إن شاء الله، لكن إن شاء الله بطبيعة الحال بقدرة المولى سبحانه. ولكن قلت العب بالنار، لأنه شوف قلت لك الفرصة والفرصة الثانية، ثم العب بالنار في دقيقة 95 وعند طيب تقريبا نهاية في حالة